طيب، الو. اسمح لي بس لحظة قبل ما تسألني، تسمعني؟ الصوت. الص- ابو خالد، مساك الله بالخير. نسيت بالنور يا محمد، تسمعني واضح؟ نعم اسمعك طويل العمر، الف الف مبروك. مبروك على الجميع. تسمح لي محمد بس لحظة، أريد أهني وأبارك لسمو الشيخ خليفة الله يطول بعمرك. وحكام الإمارات وشعب دولة الإمارات، أمهاتنا وخواتنا وأخواننا وشيباننا، وأريد أهني منتخبنا العظيم. أريد أقول مشكورين لجمهور الإمارات الوفي دائما، اللي تعنا ووصل وآزر وشجع وطلع بنتائج إيجابية. الحمد لله على هذا النتيجة. قبل ما أنسى لازم أهني جلالة الملك حمد على النجاح اللي حققته البحرين في هذا المهرجان العظيم. أريد أقول له الفوز نهديه له نحن كشعب دولة الإمارات، ونقول مشكور للبحرين، مشكور لشعب البحرين، الله يوفقهم ويهنيهم، والف الف مبروك لكم انتم يا اللي مبدعين دائما يا ابو زايد. الله يطول لي بعمرك، هذه الشهاده نعتز بها طويل العمر. وبصراحه يعني مهما حاولنا كشعب، مهما حاول يعني الرياضيين عندنا ان نحقق انجازات، نتمنى ان يعني نقدر نرد ولو جزء بسيط من خير وفضل هذا الوطن وفضل قيادته. يعني حين يكون وطننا الامارات وقائدنا خليفه بن زايد طويل العمر، يعني الواحد مهما يعمل ما يقدر يرجع شيء من الجميل هذا الوطن وهذا القائد. نحن اليوم فرحتنا كبيره. ما في شك ان على هذا المجهود اللي بذلوه شبابنا، عيالنا، عيال البلاد، يستاهلون هذه النتيجه اللي وصلوا لها. ما في شك نقول هارد لك لاخواننا في العراق. نعم. هذه كوره. أريد أقول أن للجميع حقيقة نحن محظوظين بفريق كرة قدم بهذا المستوى. بدع ما شاء الله عليه. أنا وايد ما أفتخر بهم. أنا وايد أفتخر أن هذا الفريق فريق وطني، من المدرب إلى العناصر. نعم. شيء يرفع الرأس، شيء يشرف كل إماراتي اليوم موجود. فريق جاب النتائج اللي كل مواطن اماراتي في بيته اليوم يطمح انه يشوف هاي النتائج الايجابيه. نعم. ما في شك ان نحن حققنا النتيجه، بس المشوار بعده طويل على ان نحن نوصل الى المراتب العالميه، لكن اليوم فرحتنا كبيره، وما في شك نقول حق عيالنا الف الف مبروك، ما قصرتوا. واشكر محمد المدرب المميز اللي حقيقة رفع روسنا في كل المناسبات اللي دخلها. دوم روسكم مرفوعة طويل العمر. يعني الصورة من بدت البطولة وشبابنا يعني انتقلت الإمارات إلى بلدهم الثاني البحرين. الشباب كلهم يا طويل العمر يعني مدثرين بعلم بلادهم وبصورة رئيس دولتهم. اليوم قبل المباراة يعني بصوت واحد كانوا يرددون القسم. والله يا طويل العمر يعني وانت بعيد قبل لا تبدا المباراه تحس ان هذا الشيء هو اللي بيجيب لنا البطوله. بيتنا متوحد طولة عمرك. الله يطول عمرك واعمارهم يعلم ان شاء الله بالفرح والعز والمعزه. على فكره يا محمد، نعم يا سيدي، اقولها على الهواء والكل اماراتي، ترى نحن استثمارنا الحقيقي في عيالنا. استثمارنا الحقيقي في عيالنا، هم مستقبلنا، هم مستقبل وطننا، هم مستقبل هالبلد. الله يحفظهم ويحفظ دولة الإمارات، وإن شاء الله إلى الأمام دائما. الله يسلمك طويل العمر. الشباب فرصة عندهم يهنونك. أبو خالد الله يطول في عمرك، مبروك في البداية. وثاني شيء يا طويل العمر، إنجازات اللي تتحقق للبلد من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم من دعمكم. ويمكن أبو خالد اليوم الإنجاز اللي تحقق بشكل وطني، مدرب وطني وإدارة وطنية، وأكيد أن الثقة اللي تدعمون بها الشباب ما في شك أن نسعى نحن ونجتهد لكي نرد جزء بسيط من الدعم الكبير. لكن يا أبو خالد الله يرحم زايد ويطول في عمر خليفة، نحن عايشين في خير، والشباب الموجودين يسعون وكلهم في مجاله
رد جزء بسيط من الدعم الكبير ومن الحب الكبير اللي نعيشه والامن اللي نعيشه تحت ظلكم يا طويل العمر. الله يرحم زايد ويطول عمر الشيخ خليفه وعماركم. شوف اخويا، انا اعتقد ان النتائج وايد مفرحه، وانتم ما تردون جميل. نحن هذا واجبنا كلنا، سواء من الصغير او الكبير. صحيح. لان الوطن له حق كبير، حق وايد كبير. الله يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا يا اخي. اللهم امين يا طويل العمر. مسي عليك يا طويل العمر يا ابو خالد. حياك الله. احب ابارك لك يا ابو خالد، وتستاهلون ومنها للاعلى ان شاء الله. وفي نقطة سمو الشيخ محمد الله يطول عمرك، يمكن الكثير من الجمهور الخليجي ما يعلم فيها ان اهتمامك الله يطول عمرك في المنتخب او في المواطن الاماراتي، وخصوصا ايضا الكابتن عمر عبد الرحمن بعد اصابته باصابات خطيرة جدا، اهتمامك الله يطول عمرك وسمو الشيخ هزاع هذا ثورة موجودة شاهدناه من افضل اللاعبين، كله من اهتماماتكم الله يطول عمرك يا ابو خالد. والله تبى صحيح. انا ترانا نحن ما نفرق بين عيالنا. نعم كلهم صحيح. عيالنا في نهايه المطاف. نعم. صحيح. لكن انا اعتقد ان هذا واجب اذا نحن قمنا بشيء. و اخوي تراهم كلهم غاليين، والله اني صادق يعني في الكلمه هذه. صدق يا ابو لكن خالد. خليني اكد ايضا كلمه اخرى في ما دامنا نحن على الهواء اليوم. انا اريد اقول ان الشيخ زايد الله يرحمه اللي توفى يمناه هو اللي حط اللبنه الصحيحه. صحيح. اللي نحن اليوم سفينه الامارات تمشي على قاعده متينه ببركات الشيخ خليفه واخوانه حكام دوله الامارات وحمه الشباب اللي مثلكم وشرواكم واللي اليوم شفناهم على المستطيل الاخضر. عساك دوم فرحان يا ابو خالد والشعب الاماراتي. مساك الله بالخير ابو خالد، واحب اهنيك واهني شعب الامارات بهذا الانجاز، وانا اعتقد تستاهلون هذا الانجاز اللي يعني هو مجهود اعمالكم ومجهود الشيء اللي انتم يعني تتاملونه من شبابنا وشباب الامارات اللي دائما عند الوعد، واعتقد طويل العمر ان هذا الانجاز هو من يعني الاشياء اللي البسيطه اللي قدمها شبابنا لسموكم ولشيوخنا ولشعب الامارات، وان شاء الله دوم لهذه الانجازات ان شاء الله. يعني الفرحه ان شاء الله في كل بيت في الامارات دائما. نعم طويل العمر، يعني ما ودنا نختم وياك، ولكن يعني وصلنا خبر أن سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بيستقبل أبنائه يوم الغد الساعة 12 بعد الظهر يعني بقصر روضة العين. طويل العمر، يعني اليوم كسبانين البطولة وثاني يوم يعني الوالد يبغى يعني يحتفل بهم. دليل العلاقة هذه اللي بيننا، علاقة الأسرة الوحدة. ما في شك محمد ان دوله الامارات اسره واحده. نعم. ودائما الناس لما تشوف الامارات من خارج دوله الامارات، لان اسمها دوله الامارات يظنون ان كلها مش متشابكه في بيت واحد، نحن بيت واحد بغض النظر عن المسميات. الحمد لله. انا اريد اكد على كل واحد في خارج دوله الامارات، نعرفنا نحن كاماراتيين ان نحن عندنا اهل في الفجيره ونسب ودم مثل ما عندنا نسب في المنطقة الغربية ومتشابكة العوائل. نحن بيت واحد يا محمد، أنا أريد أكد هذا الكلام. وفي نهاية المطاف أنا ما أريد أنهي وياكم، لكن أنا أريد أنكم عندكم مقابلات وعندكم مكالمات كثيرة، وأريد أعطي فرصة للآخرين، لكن أريد أهني حقيقة كل صغير وكبير في دولة الإمارات وأقول لهم ألف ألف مبروك، وألف مبروك على هذا الفريق المميز، وألف مبروك على هذا المدرب المميز. وإن شاء الله دائما الفرحة في كل بيت إماراتي نفرح بها. اللهم آمين، ودائما إن شاء الله رايتكم في السماء. الله يطول بعمرك يا طويل العمر. وطلب أخير طويل العمر، يعني الشباب الرياضيين بيحضرون مصافحة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، الشباب الإعلاميين من الإمارات يتمنون نيل هذا الشرف ومصافحة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وسموك. أنا والله يا أبو جاسم ما لي حظ، أنا برا الإمارات، لكن إن شاء الله أنا بنتلاقى وياكم. لكن قبل ما أنهي أيضا أريد أكد للأهلية في الإمارات كلهم وأنتم محمد
ترى الشيخ خليفه يتابع المباراه مثل ما يتابعها اي مواطن. نعم.